وللكباتن الكرام في الاستديو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الرياضيين وأينما تواجدتم طابت أوقاتكم بكل خير من أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء بنادي الهلال، هلال أم درمان، من خلال هذا اليوم عزيزي المتابع هلال السودان الذي يستضيف نادي كوتون سبورت من خلال حسابات المجموعة الثانية في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا لعام 2023. المجموعة التي تضم كل من سان داونز الجنوب أفريقي، هلال السودان، الأهلي المصري، وكوتون سبورت الكاميروني. الهلال السوداني الذي يبلى بلاء حسنا من خلال هذه المسابقة عزيزي المتابع نادي سان داونز الجنوب الأفريقي الذي من خلال حسابات هذه المجموعة في حال انتصار على حساب النادي الأهلي المصري يضمن تأهله إلى الدور القادم. الهلال عزيزي المتابع في ثاني هذه المجموعة، نعم، من خلال هذا اليوم ب6 نقاط الذي أفريقية. الهلال من خلال هذا اليوم على أرضية ملعب نمر 34 وبالإضافة على أعلى مستوى قادر على صناعة الفارق. التسديدة اللعبة الماضية، الله على كرة يا أبو عقلة في الكرة الماضية، اللعبة الأولى، الضربة الأولى، التسديد الأول، التهديد الأول يكون من هلال أم درمان. شوف الضربة اللي كانت حاضرة من خارج اللاعب المهم، لكننا محاولة لعبة لمصلحة الهلال، الحد للكرة باتجاه ماكابي لليبو الحاضر من خلاله، لكننا محاولة كرة عدت إلى خارج أرضية الملعب هذا اليوم ويظهر بشكل مثالي. لمسة مرت كرة إلى الأمام، محاولة لعبة خطيرة تسديدا، عنده تجربة مع نادي سموحة المصري. الراية موجودة من المساعد الثاني لوجود هنالك خطأ لمصلحة نادي الهلال، خطأ لمصلحة نادي الهلال. إلى الكاميرون، قد يصل إلى الكاميرون، محاولة تسديدة، لعبة مرة أخرى ماكابي في كرة ثانية 10 دقائق. بركابي يحاول، ماكابي عدى، ماكابي سدد، ماكابي واحدة من الحلول في عالم كرة القدم. أي كان انتصار لنادي الهلال، أي نعم، يعني تعتبر آخر مواجهة في هذا الملعب انتصار للهلال، وآخر مواجهة حاضر محمد عبد الرحمن، عدى محمد عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء اليمنى، لمسة إلى أمام ماكابي، لعبة للهدف الأول. عثمان ديوف، يعود عثمان ديوف في اللقطة الماضية، فرص بأن تكون ضائعة وأن تكون بنتيجة خطير في هذه اللعبة. الله على هذه الكرة، التسديد وتطول من لاعبين مميزين، لكن محمد عبد الرحمن ركلة جزاء، خطأ في مكان خطير، خطأ في مكان خطير، يحتسبه حكم المباراة رضوان لصالح نادي الهلال في هذه الكرة وفي هذه الضربة، من ضربة حرة قد تعلن عن هدف أول. بحث على الهدف الأول، ماكابي بتسديده، ولكن كانت حاضرة مع هذا النادي، لكن محاولة عدت بالسلام. الحذر يا شباب، الحذر يا شباب، الحذر يا شباب في هذه الكرة التي كانت حاجة إلى عمل، ونحن نستطيع على هذا العمل. نقول بأن الهلال قادر على أبو ماكابي كرة، يا الله على كرة الملعب لاستكمال أحداث هذه المواجهة. أمامك هنا محاولات نادي الهلال وسلاح التسديد اللي كان موجود من خارج المنطقة. شندي واجه نادي الهلال، كرة ملعوبة عرضية خطيرة اللعبة الماضية، ماكابي، كرة تعود للناحية اليمنى بلعبة عرضية، ماكابي مرة العرضية للقائم الثاني وين إيمون إبراهيم، وعلى دور العرضية، ومن ثم جادين حارس أبو 20 اللعبة الماضية. راية موجودة بأن هنالك خطأ لنادي القطن الكاميروني، خطأ لحارس المرمى علي أبو 20 في اللقطة الماضية، والذي يتحصل على خطيرة لنادي القطن الكاميروني. أيضا عثمان ديوف اللي كان في اللعبة الماضية عليه المتابعة، لعبة خطيرة نامل بأن تمر بسلام. هذه المحاولة تسديد وبقبضة اليد، محاولة لامين باتجاه عبد الرحمن، الله على الهلال، هلال أم درمان يظهر في أفريقيا، هلال أم درمان يظهر في أفريقيا من خلال
الهلال هذا اليوم. نعم الفرص الضائعة، الكرات الضائعة في هذه الأثناء تترجم لهدف الأول، تترجم بالهدف الأول. الهلال يسجل، الهلال ومشاركة صاحب الرقم 14 اللاعب الكاميروني الاستعجال في العجلة. دائما الندامة، لابد أن نركز في كل مباراة تاني. لكن الهلال هذه الكرة تسديدة حاضرة قوية، لك في هذه المواجهة. الله 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 على الكرة الماضية، وحارس المرمى بخروج وبتصدي وصفرة حكم المباراة إيقاف اللعب لاطمئنان على سلامة الحارس الحاضر في هذا اليوم، الحارس جادين. ما زالت مستمرة. أبو عشرين يتصدى للعبة الماضية. أبو عشرين ممتاز، أبو عشرين في بعاد الكرة لماكابي وبالإضافة لأمين. لكن حتى الآن ثلاثي خط الظهر ينطوا الحذر في الخط الخلفي. اللعبة الرأسية مطالبة بركة كوكولو البديل، لمسة محاولة تسديدة قوية وإلى ضربة مرمى راحت بسلام وبأمان. كاميروني من أبرز الأندية الكاميرونية في مرحلة دور الأربعة، نجم الساحل الذي حقق اللقب بعد ذلك السيمي فاينل على أطهر الطاهر. كرة عالية رأسية خطيرة، أبعدها أبو عشرين، أبعدها أبو عشرين في الكرة الماضية. ما عجبه البرنس هيثم مصطفى اللي كان مزيكا في وسط الملعب مع اللمسة مرة أخرى. كرة راحت إلى الأمام ومن ثم أبو عشرين محمد عبد الرحمن في اللعبة الماضية. ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء للهلال، ركلة جزاء يحتسب المغرب رضوان لنادي الهلال. الهلال بالمحاولات، الهلال من أجل فرحة ليمدور الحبيبة يجب أن تكون موجودة 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 موجودة. لا طالما هذا الهلال موجود، الموج الأزرق يتقدم بثنائية. نعم من كل الأحياء ومن كل أجزاء بلادي ارفع راسك فوق وقول أنا هلالي. الهلال يتقدم بالثنائية، الهلال يصنع هدف ثاني عن علامة الجزاء عن طريق المتألق النجم ماكابي ليليبو اللي يسجل رابع أهدافه على مستوى البطولة الأفريقية يا مكابي، وضعها في زاوية للحارس جادين حارس المرمى التشادي ولا حارس المرمى. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر.